السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. هنبدأ مع بعض سلسلة معلومة في الخمسينة، والنهاردة هنتكلم بطريقة سريعة جدا عن حساب عدد الأسياخ في الطن الحديد. طيب نبدأ مع بعض. عندنا الطن وعندنا الطرد، دي حاجات الدرجة اللي بتطلق. طب الطرد اللي هو بيتقال عليه برضو الرابطة أو الطرد بتساوي قد إيه؟ بتساوي 2 طن حديد. تمام. طيب طول السيخ الحديد بيساوي كام؟ بيساوي 12 متر. طيب مقاس قطر السيخ بايه؟ بيكون بالمليمتر. تمام. طيب الطن فيه قد ايه؟ الطن فيه 1000 كيلو. الحاجات دي هنحتاجها في ايه؟ هنحتاجها دلوقتي حالا واحنا بنحسب عدد الاسياخ في الطن. نبدا مع بعض سريعا. اول قانون عندنا بنحتاجه وزن المتر الطولي. لازم احسب وزن المتر الطولي الاول. طب وزن المتر الطولي الاول بيبقى ايه؟ القطر في القطر على 162. طب ازاي؟ طيب عندي القطر حديد 12، بقول 12 في 12 على 162، هيديني الرقم ده 9، واحسبه على الآلة الحاسبة على طول هيديك 89 من 100 كيلو جرام لكل متر طولي. تمام. طب خدت الرقم ده طلعته، هعمل ايه؟ هروح بقى على طول على القانون ده. ايه القانون ده؟ اجمالي عدد الاسياخ في الطن بيساوي 1000 على وزن المتر الطولي للسيخ اللي انا لسه مطلعه فوق ده اللي هو 89 في 12. طب ازاي؟ طب تعالى قول لي، اديني قانون، اديني برضو عملي. نحسب برضو عدد الاسياخ لقطر 12 مللي. هنحسبه ازاي؟ إجمالي عدد الأسياخ نطبق على طول في القانون 1000 على 89 في 12، 89 اللي احنا لسه جايبينها فوق دي على طول هيديني 93.6 سيخ لكل إيه؟ لكل طن. يعني الطرد فيه كام؟ 187 سيخ. دي كده بطريقة سريعة جدا ومبسطة. وهيبقى عندي كده الجدول ده فيه أهو على طول وزن والقطر والوزن، القطر والوزن لكل إيه؟ لكل سيخ حديد. والأقطار اللي مش موجودة في الجدول ده حضرتك هتقدر تجيبها بنفس القانون ده اللي احنا هنطبق فيه على طول. هيجيب لك فيما بعد ال 22 ال 25 ال 32 وهكذا. وبكده نبقى خلصنا، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله نتقابل في حاجة تانية من سلسلة معلومة في الخمسين.